فطار العيد ما يحلاش غير بالمنين جنب كوبايه الشاي بلبن. النهارده هنعمل المنين الجميل ده باسرار وتكات هتعتمدوها ان شاء الله على طول. ودي المقادير بتاعتنا. معانا كيلو دقيق، كوبايه زيت، كوبايه سمنه طريه مش سايحه، ومعانا عجوه وملبن، معلقتين سكر بودر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خميره فوريه، سمسم، شمر وينسون، وربع معلقه صغيره ملح. ودي ريحه السمنه البلدي او روح السمن البلدي بنستخدمها لما نكون هنعمل بسمن نباتي مش بسمنه بلدي، بتدينا ريحه حلوه. هنسمي الله، واول حاجه هننزل بالسمنه مع كوبايه الزيت، السكر البودره، هنقلبهم مع بعض كده كويس. نفك بس التكتلات كده، ممكن بمضرب سلك او بايدينا حتى او باي سباتولا زي دي كده. هنحط بقى حبه من روح السمنه دي بس. هنجيب بقى المواد الجافه، هنحط رشه الملح على الدقيق والبيكنج باودر، شمر وينسون. طبعا لو عايزين تطحنوه عادي بس انا بحبه كده صحيح. هنحط كمان معلقه سمسم ونقلب كل ده كده مع بعضه. هننزل كده بالمواد الجافه نقلبهم بس كده عشان بعد كده بقى نبتدي نبس فيه. هبتدي بقى كده دلوقتي هتعامل بايديا. عايزين بقى الدقيق يتغلف كله بالدهون اللي فيه. هنجهز بقى الخميره ونسيبها كده على جنب لحد ما نبس العجينه. معلقه سكر وكوبايه ميه فاتره خالص. وده شكل العجينه كده بعد ما بستناها 10 دقايق. شايفين ملمسها كده اهو تقطم. لسه طبعا ما حطيناش السوائل ولا اي حاجه، بس هي ناعمه وريحتها حلوه قوي. وادي كده الخميره اشتغلت. هننزل بقى بالميه بتاعتنا بالتدريج كده، مش عايزين نحط الميه كلها مره واحده، هنمشي كده تدريجيا لحد ما العجينه تلم. ما نزيدش طبعا عن كوبايه ميه. لو حتى حسينا ان العجينه ناشفه معانا بنحط لها حته سمنه، لكن السوائل ما تزيدش عن كوبايه ميه عشان المنين يبقى دايب، تبقى نسبه الدهون هي اللي غالبه فيه اكتر. كده خدنا بقى كميه السوائل كلها. هعجن بقى فيها كده معايا لحد ما تلم. ودي كده شكل العجينه بعد ما لمت. فهي بتبقى بالشكل ده. فين هي لمت خلاص كلها قطعه واحده كده. احنا بنقطعها كده بتقطم، مفيش بقى عرق، الجلوتين ما طلعش لان احنا ما عجناش كتير. هي العجينه دي كده وناجحه جدا. طبعا لما بنشكلها بقى بين ايدينا ووقت التشكيل بتطرى كمان بس كده ما بتشققش. خلاص احنا كده بقى نقدر نشتغل بيها ونشكلها. هنجيب قطعه بقى من العجينه كده ونشكلها كده شكل مستطيل. فين هي طريه وبتتشكل بسرعه. دي هنعمل منها المنين الساده. مش عايزين السمك بتاعه بيبقى عالي لان هو بيخمر طبعا بيعلى معانا. نمشي بس عليها كده عشان نساوي الوش يبقى متساوي. هنبتدي بقى نقطع كده الحجم اللي احنا عايزينه. هنرص كده في الصواني. الصينيه ألمونيا طبعا. قطعناها كده بقى بالشكل ده. ده الساده. هنسيبها ترتاح بس 5 دقايق. بعد كده تدخل الفرن في الرف اللي في النص، بياخد تلت ساعه. ونتابع طبعا اللون بقى اللي احنا عايزينه. نشوف بقى هنكمل الباقي ازاي. هنفرد العجوه كمان على نفس المقاس بتاع العجينه كده، نحاول نقربها. العجوه طبعا احنا حاطين عليها معلقتين سمنه ومعلقتين سمسم. نحط العجوه بقى بالشكل ده ونقفل كده كل الحتت الناقصه. هنطبق بقى الجزء التاني كده بتاع العجينه، نمشي معاها كده واحده واحده. نقفل. قفلنا بقى على العجوه كلها كده بالعجينه. نحط الكيس كده، نفردها بس شويه بالنشابه وعلى اساس الوش يبقى كمان مفيهوش تشققات. دي اسهل طريقه بقى بالنسبه للتشكيل. طبعا في طرق تشكيل كتير. هنقطع بقى كده بالشكل ده. خلاص كده قطعنا. هناخده كده بقى ونرص برده في الصينيه. ودي شكله بقى بعد ما خلصنا التقطيع. ده المنين اللي هو بالعجوه. هنسيبه بس يريح 5 دقايق لحد ما المنين الساده يطلع من الفرن. واحنا بنختار الملبن او بنجيب الملبن من عند العطار، ناخد الملبن الفاتح يبقى لونه كده علشان ما ينشفش بس جوه لما يتحشي ويدخل الفرن ما يبقاش ناشف معانا. الملبن الفاتح ده ما بينشفش. هنقفل كده على الملبن. وده شكل المنين الساده بعد ما طلع من الفرن. هنسيبه بقى يتهوى شويه، مش هنشيله من الصينيه عشان ما يتكسرش. هناخد بقى صفار البيضه مع شويه الحليب والفانيليا وندهن كده وش المنين اللي بالعجوه. نديها رشه سمسم كده، ممكن حبه البركه برضو لو بتحبوها. وده شكلها كده بعد ما خلصناها. ندخلها بقى دلوقتي الفرن. بتقعد تلت ساعه في الرف الوسط بالظبط. وبعد كده بقى لو احتاجنا نولع الوش الشوايه على الوش هنولعها. ده كده بقى اللي بالملبن. نقطعه برضو بنفس الطريقه. طبعا بقى المقاس اللي احنا عايزينه هو كده كده بيزيد، حجمه بيزيد، فنقطع طبعا على حسب المقاس اللي احنا بنحبه. دلوقتي بقى هندهن اللي هو بالملبن برضو بصفار البيضه والحليب. هنحط كده رشه سمسم
برضه على الوش. لو مش حابين عادي نكتفي بالبيض والفانيليا، بس هو بيديله طعم كده. وده شكل المنين بالعجوه بعد ما طلع من الفرن. شايفين اللون بقى والتسويه، اهم حاجه طبعا التسويه عليها عامل كبير. وده شكل المنين بالملبن بقى بعد ما طلع. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي. كده خلصت وصفتنا. وده شكل المنين، شايفين شكله تحفه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وكومنت وفولو.